لحظة. شنو قاعد يصير؟ هل كلمة كانت تدور براس نستيا وهي واقفة جم طاولة كبار الضيوف؟ صالة العرس اللي المفروض تكون ليلة إعلان خطوبتها على فهد تحولت فجأة لمسرح إحراج قدام الناس. الأضواء مسلطة عليها، والعيون كلها تنتظر شنو راح تسوي. واقف قدامها سعود أبو خطيبها، أغنى مصرفي بالبلد، رجل مشهور بقسوته وبإنه ما يعترف إلا باللي يملك فلوس ونفوذ. رفع رجوله ببرود وحط نعلينه على الطاولة وقال: إذا تبين أدشان عائلتنا نظفي نعالي. الصالة كلها صارت مثل القبر. همسات، نظرات احتقار، نظرات شفقة. وفهد خطيبها صرخ: يمعه، عيب، شو تسوي؟ بس سعود رفع يده ومنعه. ما لك شغل؟ أبي أشوف شكفر تمون عليك. الدنيا ضاقت على نستيا. قلبها كان يرتجف مو من الخوف بس من الجرح. إهانة به الطريقة قدام الكل. بس بعد ثانية وقفت بثبات غير متوقع وانحنت بهدوء ومسكت النعل. كل اللي كانوا يشوفون توقعوا إنها بتنهار، لكن صوتها لما تكلمت ما كان مكسور، كان قوي واضح. تمام، راح انظفه. بس تذكر يا أستاذ سعود، مو كل من ينحني يكون ضعيف. أحيانا اللي ينحني يكون أقوى من اللي واقف. رفعت عينها عليه وقالت: وأنت اليوم علمت الناس من هو الضعيف الحقيقي. صمت قاتل نزل بالصالة، حتى الموسيقى توقفت، وسعود حس بنظرات الناس تصك عليه مثل السكاكين. لكن نستيا ما خلت اللحظة توقفها. نظفت النعل كامل وقامت بكل رقي وحطته جدامه وقالت: لحين نقدر نتكلم. فهد كان بيركض لها، بس هي وقفته بإشارة من يدها. لا، لازم أقول لي بقلبي. وقفت نستيا قدام سعود خطوة ما يسويها إلا واحد قلبه ثابت. قالت: تعرف شنو كنت تشتغل قبل؟ مو بنت غنية ولا من عائلة كبيرة، بس كنت اشتغل بمركز رعاية كبار السن. سعود رفع حاجبه باستهزاء. والله شغل ينساسبك. بس الناس حسوا بجملة نستيا إنها مو مجرد كلام. هي كملت: كنت أقعد ساعات مع ناس كبار، أهليهم ما يزورونهم. كنت أسمع قصصهم، ألمهم، ندمهم. وفي واحد رجل طيب كان دايم يقول لي: يا بنتي، لا تتخلين أحد يقلل من قيمتك. الفقر مو عيب، العيب إن الواحد يفقد الرحمة. الصالة كلها سكتت، وجملة بسيطة كسرت سعود، لأنها نفس الجملة اللي قالها له أبوه قبل ما يموت. أبوه اللي تركه وحيد في آخر أيامه بسبب انشغاله بالفلوس والمناصب. بس نستيا ما كانت تعرف هذا الشيء. هي بس تكلمت من قلبها. ذاك الرجل قبل لا يتوفى قال لي: يمكن تمشين بحياتك وتلقين ناس غنية، بس لا تنخدعين. الإنسان مو بفلوسه، الإنسان بأخلاقه. وأنت اليوم وريت الناس إن الأخلاق أغلى من الذهب. سعود حس صدره يضيق. أول مرة أحد يحطه بمرآة نفسه قدام الناس. العيون كلها صوبة، والكلمات ضربته بقوة ما توقعها. فهد مسك يد نستيا بخوف إنها تنهار، لكنها ابتسمت له وقالت: أنا مو حزينة، أنا قوية، لأن الشغل اللي سويته هني ما ذلني، بالعكس كشف الحقيقة. رجعت النعل لسعود وقالت: هذا النعل نظفته، بس مو احترام لك. سويته عشين أثبت إن العمل عمره ما يكسر إنسان. الكسور تجي من القلوب القاسية.
الناس تنفست بعمق. الصمت كان ثقيل. وفجأة، لأول مرة بتاريخ حياته، سعود نزل ريسه وقال بصوت منخفض: أنا آسف. الهمس انتشر بالصالة. اعتذار؟ من سعود؟ أكبر مفاجأة. بس نستيا ردت بابتسامة هادئة: الإنسان إذا عرف غلطه مو ناقص بل يكبر. وهذا الليلة صارت حديث كل الكويت. ليلة بنت فقيرة كسرت غرور أغنى رجل، ورفعت قيمة الإنسان فوق قيمة المال.